بسم الله الرحمن الرحيم. إنها زيارة الشيخ الخليفة العام للفيضة التجانية سيدي ومولاي الشيخ محمد الماهي بن الشيخ إبراهيم إنياس ووفده الميمون إلى زاوية وسطاني، زاوية الشيخ بشارة يعقوب المدينة المنورة. هذا هو بداية الاستقبال وبداية الاحتفال لهذا الاستقبال. الوفد على بعد 10 كيلومترات من هذه المنطقة، وهؤلاء المريدين منذ السابعة صباحا يقفون هذه الوقفة، ولسان حالهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. مرحبا بالشيخ إنياس، مرحبا بالفيضة التجانية، مرحبا بخليفته سيدي الماهي إبراهيم إنياس. هذه الجموع التي ما فتئت أن تقفوا هذه الوقفة إجلالا وإكبارا لصاحب الفيضة التجانية الشيخ الحاج إبراهيم إنياس القولقي رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين. ونحن نرحب بالشيخ في زاوية الشيخ، هؤلاء مريدوه وهؤلاء أتباعه كلهم يقفون هذه الوقفة مرحبين ومحللين بالشيخ وبالضيف الزائر. هؤلاء الأطفال وهؤلاء النساء وحتى هذه النوق التي وضعت الآن جاهزة للاستقبال، هذه النوق التي وضعت جاهزة للاستقبال تنحر سلامة وبردا وسلاما لوصول الشيخ. هكذا أهل وسطاني، هكذا أهل وسطاني يكونون جاهزون لنحر النوق والجمال لاستقبال الشيخ. كل هؤلاء من الجانب الآخر، من الجانب الأيمن للزيارة، ترى جموع من النساء يقفون أيضا هذه الوقفة، وقفة احترام وأدب وإجلال وإكبار لصاحب الفيضة التجانية الشيخ الحاج إبراهيم إنياس القولقي. الله أكبر، الله أكبر. هو الفيض لا يخفى على من تبصر، ومن شاء يأتيه ومن شاء أنكر. يقول الشيخ: علوت البحار الزاخرات وإنني علوت القرى والمدن بلح الجبال، أروم رضا الباري لنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد رسالة. هذه النوق جاهزة لاستقبال الشيخ، تنحر استقبالا للشيخ. فهذه هي الطريقة التجانية، هذه هي اللجنة العليا لاستقبال الخليفة الشيخ محمد الماهي إبراهيم إنياس هنا في الزاوية التجانية، زاوية وسطاني، زاوية المدينة المنورة، زاوية الشيخ الراحل الشيخ بشارة.